كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن القلب المريض وعلامته في اللقاء الماضي، والحديث مستمر بنا اليوم عن مرض من أمراض القلوب. ومرض القلب يقصد به المعاصي التي محلها القلب. نحن كثيرا ما نسمع عن معاصي الجوارح كالسرقة، كالزنا، كشرب الخمر، هذه كلها اسمها معاصي الجوارح. في المقابل يوجد معاصي للقلب، ومعاصي القلب أخطر عند الله من معاصي الجوارح. وخطورة معاصي القلب لثلاثة أسباب. السبب الأول لخفيتها، بمعنى أنها قد توجد في الإنسان وهو لا يشعر، حيث قد تجد رجل مصليا مزكيا صائما يمشي بين الناس وقلبه مشحون بمعاصي القلب، من الكبر، من الاحتقار خلق الله، من الحقد، من الحسد. وهنا تكمن الخطورة، حيث أن القيمة عند الله ليس بالجسد، وإنما القيمة عند الله في كيان الإنسان الروحي، ألا وهو القلب. السبب الثاني في أن أمراض القلوب وذنوب القلوب هي أعظم وأكبر عند الله عز وجل هو أن معاصي الجوارح بما أنها ظاهرة الإنسان يسهل أن يتعرف عليها، وبالتالي أن يتوب منها ويستغفر. لكن معاصي القلب وذنوب القلب بما أنها خفية قد لا يشعر بها ولا ينتبه لها غالبية الناس إلا إذا نبه له، وبالتالي تكون التوبة عنده بعيدة بحكم عدم استشعارها أصلا. السبب الثالث أنه ما من معصية للجسد إلا ولها دافع من القلب. هي في الأصل فكرة تنتقل إلى القلب فيقبلها وينعقد العمل عليها في القلب، ثم تترجم وينتقل إلى الجوارح للفعل الخارجي. من هنا كانت الضرورة إلى الحديث عن أمراض القلوب حتى نتعرف عليها، وحتى نحاول أن نوزن قلوبنا ونسرع إلى علاجاتها. وأول ما نبدأ به من أمراض هو مرض خطير، هو أصل الشرور، ألا وهو الحقد. الحقد مشكلة كبيرة منتشرة بين كثير من المسلمين والمسلمات. تجده ظاهرا ملتزما بكل مظاهر الإسلام، لكن قلبه مريض بالحقد. قال الله عز وجل عنه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الحقد هو أن تكره إنسانا وتتمنى الانتقام منه، تكرهه وتتمنى الانتقام منه. الحقد هو إضمار العداوة في القلب وتربص الفرصة للانتقام منه ومن من حقدت عليه. إذا وجدت في نفسك الكراهية الشديدة والبغض العنيف لإنسان، وتولدت لديك الرغبة في الانتقام منه وإنزال السوء به، إن وجدت هذا في قلبك
فاعلم أنك أخذت جواز سفر مرور سريع إلى جهنم. الإمام البخاري في الأدب المفرد يروي عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك. واحدة من هذه ال3 إذا كانت موجودة لديك فأنت بعيد منها: من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه. الإمام الطبراني يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: الحقد والنميمة في النار لا يجتمعان في قلب مؤمن. لأن الحقد نار، كلما اشتعلت في القلب كلما أحرقت شجرة الإيمان في القلب. الحقد داء دفين ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل. مالي وللحقد، مالي وللحقد يشقيني وأحمله، إني إذا لغبي فاقد الحيل. سلامة الصدر أهنأ لي وأحب لي، سلامة الصدر أهنأ لي وأرحب لي، ومركب المجد أحلى لي من الزلل. إن نمت قرير العين ناعمها، وإن صحوت فوجه السعد يبتسم لي. ولذلك أيها الأحبة، الحقد درجات ومستويات 3. أنت انظر في أي درجة يمكن أن توضع نفسك فيها، أن تضع نفسك فيها. أول درجة من درجات الحقد هي درجة الأنبياء والأولياء، وحاشاهم من الحقد، لكن تجاوزا نطلق الحقد على انزعاجهم وتضجرهم من شخص. أصحاب هذه الدرجة إذا دخل في قلبهم شيء من الانزعاج تجاه شخص هرولوا للوصول إلى ذلك الشخص، واغتنموا الفرصة للإحسان إليه. كما يقول الشاعر: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، بالطوب يرمى فيعطي أطيب الثمر. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، بالطوب يرمى فيعطي أطيب الثمر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة متوجها نحو الطائف، يريد لهم الخير، يريد لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، لكن أهل الطائف أعميت قلوبهم، فأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بلدتهم وهم يطاردونه بالحجارة والسب والشتم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم هائما على وجهه منكسر القلب حتى استفاق بقرن الثعالب، حتى استفاق على رؤية جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. يقول له ملك الجبال: يا محمد، إن الله أرسلني لتأمرني بما شئت، إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. الدرجة الثانية هي درجة الصلحاء العقلاء الفضلاء، وهؤلاء إذا حقدوا على أناس لا يتبعون ثمار الحقد المرة، بل يسكتون، لا يحاولون أن يغتابوه وأن يقدحوا فيه ولا أن يشتموه ولا أن يشمتوا بمصائبه. يحيى ابن معاذ أحد كبار علماء وزهاد المسلمين في القرن الثالث الهجري، له موعظة جميلة يقول فيها: ليكن حظ المؤمن منك 3. المؤمن أخوك المؤمن ليكن نصيبه منك أحد 3 أمور. ليكن حظ المؤمن منك 3: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. يعني إذا أنا لم أنفع هذا الرجل فعلى الأقل أكفيه عن مضرتي،
أو أكفيه من مضرتي، وإن لم أستطع أن أدخل الفرح والسرور على قلبه فعلى الأقل لا أكون سببا في دخول الغم والهم عليه. إن لم أستطع أن أمدحه فعلى الأقل أحفظ لساني من أن أذمه. الدرجة الثالثة هي درجة السفهاء، وهؤلاء الذين نعوذ بالله أن نكون منهم ونحن لا نشعر، وهم الذين إذا كرهوا إنسانا حاولوا إيصال الأذية إليه بكل طريق. إذن ما العلاج؟ من أجل أن تتخلص من هذه الآفة إذا وجدت فيك، ومن أجل أن تنظف قلبك من آفة ومرض الحقد، أولا عليك اجتناب مجالس الحقد. هناك مجالس يدار فيها الحقد والمكر. الإمام أبو داود يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أبو حاتم البستي له كلمة علاجية مهمة يقول فيها: صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. مجالس الأشرار وجلوسك في هذه المجالس واستماعك إلى هذا الحقد، صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار بالفضلاء. ومن خادن الأشرار، من تعود على مصاحبتهم، لم يسلم من الدخول في جملتهم. سيأتي عليك زمان ستكون منهم، من جملتهم. العلاج الثاني مصاحبة الناس الأخيار الفضلاء. سيدنا عمر بن الخطاب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء. من عباد الله أناس ليس هم لا أنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانتهم من الله عز وجل. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هؤلاء الناس الذين يغبطهم الملائكة الأنبياء والشهداء على مكانتهم؟ قال: هم قوم تحابوا بالله بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. الأمر العلاجي الثالث الذي أذكره اليوم والأخير هو الدعاء، بأن تطهر قلبك بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يعطيك قلبا سليما من الحقد، بأن الله عز وجل يزيل الحقد من قلبك. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. السخيمة هي الحقد في النفس. نسأل الله عز وجل أن يزيل الحقد من قلوبنا جميعا، وأن يرزقنا قلبا سليما صادقا خاشعا تبيض وجوهنا به يوم لقائه يوم تسود وجوه الكثيرين. وإلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.